الرجاء. مشو الرجاء بلاتي. إدريس ناوي الرجاء صفقة جديدة للقلعة الخضراء، اللاعب خافي اللي تم الانضمام ديالو لفريق الرجاء الرياضي. إذا عطينا تحتوى جديد ديال كيف تمت الصفقة وكذلك لا كان هناك جديد. وكما أشرنا اليوم أمس أن هناك مباريات ودية، جوج ديال المباريات على ما نظن أمام نهضة الزمامرة وأولمبيك أسفي. الرجاء عنده يعني هذه المباراة الوقوف كما قلت على جاهزية اللاعبين. إذا لك الكلمة حسناوي ومعطيات كاملة بخصوص الرجاء الرياضي. أكيد أخي مصطفى، وتحية لك مجددا جميع الأحبة والمشاهدين والمشاهدات الأوفياء. كما أشرنا بالأمس بأن خفيفي قريب جدا من فريق الرجاء الرياضي، وكان اليوم الخبر حصري في راديو سبور معروف ديال يعني الاتفاق النهائي ديالو مع مسؤولي فريق الرجاء الرياضي. لاعب مصطفى يعني المكتب المسلم لفريق الرجاء منذ ان فشلت يعني الصفقه ديال مولوع وديال بن طيب، فمشات يعني المفاوضات مباشره مع المهاجم خافي، لانهم بغاو ياخذوا مهاجم محلي ويزيدوا معاه مهاجم اجنبي اخر. فتعاقدوا مع خافي اللي كانت عنده هو الامانه الارقام ديالو في الموسمين الاخيرين مزيانه، لا مع اتحاد طنجة كان 13 اصابه، ولا مع الفريق ديال القادسيه الكويتي اعتقد مسجل 16 ولا 14 ما نمشي بالضبط الارقام، يعني كان حاضر مع الفريق ديال القادسيه الكويتي بشكل جيد. واش ينجح عفوا واش ينجح ولا ما ينجحش، حنا في جميع كما كنقولوا في جميع التعاقدات الميدان هو الفصل. مما يشاهدوه مع الفريق ديالو في الملعب ونشوفوا الاداء والفاعليه، انا داك يمكن لك تصدر واحد الحكم. الان جا كانت اكيد اللاعب كان عنده عرض من فريق الوداد الرياضي، وهذا مؤكد وقلناها بالامس. المسؤولين ديال فريق الرجاء الرياضي نجحوا في اقناع اللاعب واقناع الوكيل ديالو. الوكيل ديالو ديجا هو اللي كان وقع حتى اللعاب بلال ولد الشيخ وسط ديال فريق الرجاء الرياضي نفس الوكيل. فجا واعتقد مصطفى الان مسؤولي الرجاء الرياضي طواو الصفقه ديال اللاعب خفيف البالغ من عمره 29 سنه، ومازال الان عندهم مهاجم اجنبي كيحاولوا يعني يشوفوا باش يحسنوا معاه كذلك يوقع. والمساله ديال الظهير الايسر بخصوص الزهواني مازال ما كاين حتى شي جديد. الزهواني الناس الدراجه ديجا الوقت اللي كنا مشاو قصدوا اللعاب وقصدوا الناس ديال تواركه باش ياخذوه. اللاعب براسو حاليا مازال فهمتي مصطفى كيفكر هنا وهنا وكيفكر في اوروبا وكيفكر في هذه. مسؤولين الدراجه كانوا عبروا على الرغبه ديالهم باش ياخذوا اللعاب ويتعاقدوا معاه بحكم العلاقه الطيبه اللي كتجمع جواد الزيات بالمسؤول الرئيس ديال اتحاد تواركه. الامر مازال كيبحثوا على ظهير ايسر، كيقلبوا عليه كيشوفوا لان خصهم الدوبلور ديال اللاعب بالعمري، لان ديجا هضرنا هو ان اللاعب جواد زياد حاسم فيه والمكتب الدراجه حاسمين فيه انهم ما يصرحوش حتى شي واحد من ثوابت ومن ركائز الفريق. هذا هو الرهان ديالهم. العروض واش كانوا مصطفى عروض ولا ما كان، ديجا هذه مده كان عرض سعودي، هذا مؤكد كان عرض سعودي وكلام موثوق 1000%. كنهضرش على هاد السيمانه، يمكن نقول لك مصطفى في ديك الوقيته اللي كانت تفسخ العقد ديال عمامو في هذيك الوقيته، ويمكن نيت كاع الوصلاجون واقيلا ديال اللي كان فسخ العقد ديالهم هو اللي عطاهم العرض باش يمشي للسعوديه بعقد اعاره، ولكن الناس الرجاء الرياضي يرفضوا هذاك العرض. كان راه كيحاولوا يقنعوه باش يجدد العقد ديالو وكينتظروا العوده ديالو، ولكن تحسبا لاي حاجه هما كيقلبوا على ظهير ايسر. كنتكلموا مصطفى على الرجاء ولا بد من الاشاده كما تكلمنا قبيله تفادى على المستوى الجميل اللي كيقدموا الحرار في نفقات المنتخب المحلي، وكذلك اللاعب بولكسوت وكذلك اللاعب صابر بوغرين. انا بالعمري الامانه مصطفى في الشام ما عجبنيش بزاف، كل صدق معك صريح. بالعمري في الشام ما يبان لي التركيز ديالو ماشي 100%، ولكن بولكسوت شتي اليوم كيفاش دخل، شتي الاداء، شتي الجرينطا، شتي اللياقه البدنيه، الاختراق، هذا الحرار كذلك ما شاء الله. بوغرين تدخل امام المنتخب الكيني في الجوله الثانيه وكان من خيرات العناصر، دخل اليوم دقائق قليله كذلك وسجل فرض نفسه. المهم كيبان واحد العمل وكيبان هذه، ونتمنوا لهم التوفيق. للكلمه السمسطه. شوف حسنا واش نقول لك، انا بالنسبه لي الرجاء الرياضي بالنسبه للاعب خافي، احنا خافي شفناه هنا في البطوله الوطنيه، شفنا ربما مع الجيش، انا شفتو مع الجيش الملكي كان لعب على الفروق الوطنيه، ولكن كما قلت
راه اللاعب ما يحكم عليه هو الملعب. من هادشي كله يا اخوان، الملعب هو الفاصل. راه ما كاينش شي واحد يقول لك هذا اللاعب صفقه فاشله واش هذا اش غندير. حتى ما كنشوف حتى التعاليق ديال بعض الناس، واللي كنحترموا حنا الراي ديالو ما كاينش مشكل، ولكن هاد خافي خصك تشوفوا المجموعه واش مزيان ولا ما مزيانش. وكما اشرنا البارح راه ما كاينينش يا اخوان لاعبين، هذا واقع. ما كاينش لاعبين، ما كاينش لاعبين اللي ما انت اشرتي اللاعبين. الحراره حسناوي انا كنعتبره رقم واحد، ماشي غير في الرجاء، في البطوله الحراس. باش نكونوا واقعيين، هذا واقع. الان العلاوي ولا هو، انا كنشوف الاحقيه بالنسبه لي حسناوي، الاحقيه ديالي ولا الحرار. لان شفنا ماشي غير في هذه المباراه ديال المنتخب الوطني، شفنا حتى في المباراه ديال الرجاء بالكسوس حسناوي المستوى ديالو هائل. هذاك اللاعب اللي حسناوي لعب دفاعي، لعب مستوى خط الهجومي، لاعب اللي هو تقنيا بدنيا مزيان. ربما كاين واحد الاشكال ربما على مستوى لا فينيسيون، ولا بعض المرات حتى في مستوى الارتداد الدفاعي كاين بعض المشاكل، ولكن على الاقل حسناوي كيصوفي راه كما كنقولوا كيخرج راسو. اما بالعامرين تهضرتي عليه اخي المستوى ديالو ولا هابط، هذا بالامانه. لان شفنا حتى بعض الاخطاء في الشوط الاول، شفنا حتى لا كوفرتير بعض المرات، شفنا بعض الالتحامات كذلك اللي كتكون ما كاينش فيها، يعني كيخسر في النزالات ديالو.